كريستيانو مع البرتغال بيكسر الدنيا في اخر 4 ماتشات. الراجل بيسجل اجوان واللي هو حالف ان هو مش هينهي الموسم ولا هينهي السنه ولا هينهي اعتزاله غير لما يكون مكمل 1000 جول. وزي ما ميسي نهى اخر مباراه ليه على ملعبه في الارجنتين، النهارده رونالدو في اخر تصفيات ليه يعتبر في كاس العالم. ودي حاجه تزعل انك بتتكلم في اواخر حاجات لكريستيانو وميسي، اللي هو الناس دي لما تنتهي هتعرف ان الناس دي في حته بعيده قوي عن اي حد جاي وراهم. النهارده رونالدو قصاد ارمينيا بيسجل، ومش عايز التقليل من حته رغم ان انا محب لميسي ان هو يا عم ده ارمينيا. ما هو كريستيانو على فكره الماتش اللي قبله في البرتغال كانوا بيقابلوا اسبانيا اللي خد منهم البطوله وجاب جول، وقابل المانيا وجاب جول. فرونالدو مش اللاعب اللي هو بقى ايه ده بيجاب قصاد الفرق السهله والحاجات اللي ارمينيا ويوغوسلافيا ولوكسمبورج والحاجات دي، عشان كريستيانو قابت او ما قابتش الراجل بيعمل كل حاجه قصاد اضخم اي حد. فرونالدو في منتخب قوي الفتره دي الصراحه. الواد جواو فيليكس من ساعه ما راح النصر الواد مولع الدنيا، واخر ماتش هاتريك والنهارده بيسجل جول. جواو كانسيلو فورمه غير طبيعيه بيسجل ويصنع مع رونالدو مع فيتينيا مع نيفز اللي جايب هاتريك في الدوري الفرنسي. فده منتخب يليه ان هو ممكن تلاعب كده. المنتخب ده في كاس العالم عامل بلاوي، يعني المنتخب ده لو بقوته دي ما عملش ولا وصل مثلا اقل حاجه نص نهائي او ربع نهائي كاس عالم، فده يبقى تخاذل كبير قوي من المدرب ومن اللعيبه اللي بقياده كريستيانو، الراجل اللي ما بيخليش اي فرصه غير ويثبت لك ان هو 40 سنه وهسجل وهوصل لل1000 جول. وتقول لي بقى مؤشرات ضربات جزاء، الراجل بيسعى ان انا هجيب 1000 جول، اكتب الرقم باسمي كده كاكتر لاعب مسجل اجوان في تاريخ الكوره. فرونالدو لاعب غير طبيعي واسطوري بيكسر الدنيا في اي مباراه وفي اي ماتش بتلاقي ليه بصمه. حتى هو السن ده كبير قوي، 40 سنه يا جدعان، بتتكلم في رقم غير طبيعي. اللعيبه بتوصل لل30 وال31 بتلاقيهم خلاص بيسعوا ان هم يبطلوا. فرونالدو مش هيصبر ولا هيسكت اصلا غير لما يوصل ل1000 جول، واللي انا ان شاء الله اكون شاهد ان رونالدو يسبق ل1000 جول، واتمنى ان هو يعملها قبل ما تنتهي مسيرته، واللي اكيد هيعملها عشان الراجل مكمل لحد كاس العالم اللي جاي في 2026. وان شاء الله نشوف كريستيانو وميسي في كاس العالم حاجه ثانيه ومكسرين الدنيا عشان هيكون اخر كاس عالم ليه.